هذه الليلة لاحظنا أطفال صغار يرمون بأنفسهم إلى شاطئ إخوة الأخوات الفنيدق أو كالسياخو. للأسف أين هي الأسر المغربية؟ كذلك أين هي الدولة المغربية؟ لأن الكل يتحمل المسؤولية فيما يقع هنا بإقليم المضيق فنيدق. كذلك عبد ربي نبيسة يتكلم على النزيف البشري الذي نعيشه هنا بإقليم المضيق فنيدق، حيث نتكلم على انتشال 38 جثة بشواطئ سبتة المحتلة. كذلك اليوم تم انتشال جثة بمدينة ديال المضياق بشاطئ المينا. بالأمس تم انتشال جثة الإخوة والأخوات بمدينة ديال مرتين. للأسف الإخوة الأخوات، رغم هذه الإخوة الأخوات يعني الأرواح البشرية التي تزهق، لكننا نشاهد أن هناك تقصير كبير أولا من الدولة المغربية، ثانيا من الأسر المغربية التي لا تقوم بالدور ديالها التربوي، وثالثا كذلك من الصحافة الوطنية اللي المفروض أنها تسلط الضوء على الظاهرة ديال الهجرة الغير مقننة التي ظهرت إخوة والأخوات بعد إغلاق معبر ديال الديوانة. اللي كنأكد دائما أن إغلاق معبر ديال الديوانة لم تواكبه إجراءات ناجحة من أجل النهوض بالوضعين الاجتماعي والاقتصادي هنا بإقليم المضيق فنيدق. للأسف إخوة والأخوات كنشاهدوا واحد مجموعة ديال يعني الأحداث الدرامية. بحكم أنني ناشط إعلامي وكذلك ناشط سياسي، للأسف هناك يعني أناس يرمون بأنفسهم يعني من علو مرتفع. يعني كاين أطفال صغار مثلا هنا يعني كنسألوهم واش كتعرفتهم، كيقول لك لا، شني باغي دير؟ باغي ندخل لسبتة المحتلة. إخوة الأخوات، المدخل الأساسي لمحاربة الهجرة الغير مقننة ليست المقاربة الأمنية وحدها وليست الحواجز الحديدية، وإنما المقاربة الأمنية صراحة يجب أن تكون هناك يعني مقاربة تشاركية، مقاربة اجتماعية، لأننا نتكلم على أن المدخل الأساسي لمحاربة الهجرة الغير مقننة أولا توفير العيش الكريم لكافة المواطنين والمواطنات، وثانيا خلق تنمية حقيقية بالبلاد. من داخل مدينة ديال فنيدق كالسياخو نتمنوا أننا نزرعوا الأمل في الأجيال القادمة، لأن في آخر المطاف هذه الأجيال هذه صراحة بغينا لها الخير، والأوطان تبنى بالإنسان ولا تبنى بكرة القدم أو كأس العالم أو بالتفاهة. تحية.